السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. هنصحك النهاردة شوية نصايح لو انت مبتدئ او انت غاوي قديم. النصايح ده هتفيدك جدا جدا يا جماعة، فركز معايا شوية عشان مشروع الحمام عندك تاخد منه اعلى انتاج. حتى لو انت بتنتج انتاج متوسط، لا تقدر ان انت تنتج منه اعلى انتاج، عشان ما تلاقيش زغاليل ضعيفة، ما تلاقيش في حمام بيروق البيض، ما تلاقيش ان في حمام عندك بيمرض، ما تلاقيش ان في حمام بيجيب عش وبروع عش وبريع عش وما بيلحمش العش. مشاكل كتير يا جماعة بتواجه الحمام. هنصحك نصايح مهمة جدا في الفيديو ده، ولكن اللي انا عايزه منك يعني تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللايك ده بقى فضلا منك وليس امر. طيب، اول حاجه يا جماعه، اول نصيحه، بلاش يكون عندك عدد ذكور اكتر من عدد الاصوص. يعني ايه؟ لازم الحمام عندك يكون ذكر زي النتايه، ذكر وانتايه، الحمام كله يكون اصوص. لو في عندك ذكر زياده في المكان ده هينط على العشوش وهيكسر لك البيض وهيتخانق مع الذكور، واثناء الذكر ما بيطلع يخصب على النتايه هتلاقيه بيضرب الذكور اللي هي بتخصب، هيعمل لك مشكله في المكان. فبلاش يكون عندك عدد الذكور اكتر من عدد الاناث، والعكس بلاش يكون عندك اناث زياده. يعني كل الحمام هنا لازم يكون عندك اصوص، ودي النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه يا جماعه، لازم يكون كل جوز حمام ليه عينين او 3 عيون. ما ينفعش ان انت كل جوز حمام عين واحده، هتلاقي الحمام برضه بيدخل العشوش لان عايز عين واتنين، وبيضرب الذكر الضعيف وبيخرجه من العش، وتلاقي عندك برضو مشاكل في موضوع ان البيض بيتكسر منك. وكمان ما تلاقيش بيض على الارض، لان العشوش لما تبقى قليله والحمام عايز يبيض فهتلاقيه بيبيض على الارض. فخلي بالك لازم يكون عندك عدد عيون كتير في المكان. طيب، النصيحه الثالثه يا جماعه، الحبوب اللي انت بنوكلها للحمام. في ناس بتروح تجيب كلفه. دايما بنصح بقول يا جماعه الخير بلاش حد يجيب كلفه جاهزه. الناس بتستغرب ليه؟ هقول لك ان لو انت مضطر وهتجيب كلفه جاهزه، بص على الشكاره، لان بيبقى فيه كلفه المده الصلاحيه بتاعتها منتهيه، بتقعد 2 و3 وتاخد الكلفه وتروح تاكلها الحمام، وبرضه بتلاقي عندك الحمام بيمرض، بتلاقي عندك سالمونيلا وكوكسيديا وكانكر في الزغاليل. كل ده بسبب الكلفه اللي هي منتهيه الصلاحيه، انت مش بتبقى عارف اصلا. فبص في الشكاره كويس، وبلاش ان انت تدي حبوب واحده، حبايه واحده بلاش. دي نصيحه مهمه. ليه؟ لان الحمام يا جماعه ينفع الانسان ياكل عيش على طول؟ طب ينفع ياكل لحمه على طول؟ ايوه، في ناس هتقول لك ينفع ياكل لحمه على طول، وناس هتضحك دلوقتي. لا، ما ينفعش والله. لازما يخش من الاغذيه، بروتين وكالسيوم وكربوهيدرات، اشياء كتير لازم يدخلها جسم الطيور دي. فما ينفعش ان انا اكل حبايه واحده، لازم انوع في الحبوب. لو 3 حبوب من عندك اديهم للحمام زي الفل. وخصوصا لو انت حابس الحمام، لو انت مطير الحمام، الحمام بيجيب بقى رزقه من بره، بيجيب بقى حبوب بقى من المزارعين، بيروح الاراضي الزراعيه، بقى رزقه على الله. ولكن الحمام لو انت حابسه فرزقه على الله، ثم انت سبب في ان انت توفر له الاغذيه المتنوعه. مهم جدا ان انت تعمل كده. طيب، موضوع يا جماعه ترويق البيض، لان المشكله دي اكتر مشكله بترهق الغاوي، ان البيض عندك يكون مروق. طيب يا جماعه، البيض مروق ده بيبقى من الذكور، بيبقى في ذكور عندك كبيره في السن. حاول الحمام لما يكبر عندك فوق ال7 8 سنين، حاول ان انت تتخلص منه، لان الحمام اللي فوق ال10 سنين ده بيحتاج رعايه خاصه، بيحتاج بقى سلينيوم، بيحتاج كالسيوم، بيحتاج فيتامينات عشان ان هو يخصب بشكل كويس. عايز اقول لك على حاجه يعني نسيت اقولها في بدايه الفيديو، دايما بتلاقي عدد الذكور اكثر من عدد الاناث. طب ليه؟ لان الاناث عمرها قصير، لان الاناث بتبيض وبتستهلك من صحتها، انما الذكر هو بيخصب وبياكل الزغاليل فقط لا غير، هو ده شغلته، وبيرد على البيض وخلاص كده. لكن النوتي بتلاقي عمرها بتستهلك عمرها بسرعه، لان هي بتبيض، والبيض ده بيستهلك طبعا من صحتها، فبتلاقي ان النوتي دي عمرها قصير، فالذكور هتلاقيها عندك كتير في المكان. طيب، عشان بس ايه اوصل لك المعلومه بشكل مبسط. بالنسبه يا جماعه لتزاوج الخوات، ممنوع ان انت تتجوز الحمام اخوات. هتقول لي ما انا مجوز عندي حمام اخوات والدنيا زي الفل. هقول لك ساعات بتلاقي عندك زغاليل ضعيفه،
ساعات بتلاقي عندك البيض بيكبس، لان تزاوج الاخوات بيسبب موت الاجنه داخل البيض، وكمان الزغاليل بتاعته بتبقى ضعيفه. فانا لازم اغير الدم، ما ينفعش ان انا اجوز الحمام الاخوات. اتجوزه هينتج، ايوه هتجوزه هينتج، ولكن هيجيب لك زغاليل ضعيفه، هتلاقي عندك مشاكل في البيض. فالقصه دي كلها اجتنبها نهائي. حاول تجوز العشوش المختلفه، بكل تاخد الذكر من هنا تجوزه الانثى من هنا وهكذا. تمام كده؟ طيب بالنسبه يا جماعه للزغاليل اللي هي بتطلع ضعيفه اصلا، الزغاليل دي في فصل الصيف الطبيعي ان الزغاليل بتطلع ضعيفه. ليه؟ لان الحمام مش بيبقى عنده شهيه للاطعمه. فالنصيحه اللي انا عايز انصحها لك هنا، الكلفه لازم تكلف بميعاد. الكلفه يا جماعه بميعاد مهمه جدا. ليه؟ لان يا جماعه لما انا بكلف بميعاد الحمام بيكون شهيته مفتوحه، الحمام جاع وعايز ياكل فبياكل كتير. لكن لو انت سايب الاكل على الحمام على الارض على طول او في العلافه على طول، فالحمام اصلا بيقول لك كده كده ان الحمام الاكل قدامي من اما جوع هاكل، كمان الحمام يروح يتبرز على الاكل ويرجع ياكل منه تاني. لا، انا اكلف بميعاد واحط الحمام الكميه اللي هو محتاجها. جوز الحمام في اليوم بياكل حوالي الحمام يا جماعه بياكل في اليوم 100 جرام. لو انا عندي 10 تجواز بحطهم نص كيلو الصبح ونص كيلو اخر النهار. ال 10 تجواز دول بياكلوا كيلو في اليوم، نص كيلو الصبح ونص كيلو اخر النهار. لو زاد منهم حاجه بعد ما ياكلهم بتقشط الاكل ده، لان عشان الحمام ياكل بشكل كويس وما يتبرص على الاكل ويرجع ياكل منه مره تانية. طبعا في نصايح كتير جدا، ولكن هقول لك على اخر نصيحه، وان شاء الله الفيديو ده هنعمل له سلسله تانية لان الموضوع طويل عشان ما اطولش على حضراتكم. اخر نصيحه يا جماعه، بالنسبه لو انت حابس الحمام عندك لازم طب انا هقول لك حاجه بسرعه قبل ما اقول المعلومه دي. انا كان بيكلمني واحد بيقول لي انا حابس الحمام، كنت حاطط بلاص جبنه، ناس اخواتنا في الارياف عارفه طبعا بلاص الجبنه، كان حاطط بلاص جبنه. قال لي لقيت ان الحمام بياكل من بلاص الجبنه ده. قلت له طب ما ده طبيعي. قال لي ازاي الحمام بياكل جبنه؟ قلت له الحمام عايز اي حاجه فيها كلوريد او ملح او تحديق، فلازم يا جماعه ان اوفر التحديق للطيور دي. لازم الطيور دي ما عندهاش سنان ان هي تهضم الاكل. التحديق يا جماعه، خلطه التحديق دي بتساعد على الهضم، كمان بتدي كالسيوم طبيعي للطيور دي. فلازم ان انت توفر التحديق للطيور دي عشان الطيور دي ما تقطعش بيض والذكوره تروق البيض. فالتحديد ده عنصر مهم جدا، لازم ان انت توفره له دايما عندك باستمرار عشان الحمام يملى الدنيا عندك انتاج وخير كتير جدا ان شاء الله. يا جماعه الحاجات دي كتير جدا، ولكن مش عايز اطول عليكم. ان شاء الله اعمل لكم حلقه تانية من الفيديو ده. اشوفوا الشكر على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.